أما أخي وحبيبي وتوأم روحي الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة أسعد ليلة مرت عليه مذ ولدته أمه. أسأل الله أن يرفع درجته عنده وأن يتقبله في الشهداء، فلقد ابتلي الشيخ في السنوات الماضية منذ أكثر من 10 سنوات بالمرض الذي لازمه، ولم أره يشهد ربي إلا مبتسما، وكان كثير البكاء من خشية الله ومن خوفه من تقصيره في حق ربه سبحانه وتعالى. وهو على فراش الموت يقول لي كلما دخلت عليه أسألك بالله أن تذكرني بالله، وبمجرد أن أشرع في تذكيره بالله جل وعلا يبكي بكاء شديدا، ثم يحتضنني ويظل يبكي لوقت طويل جدا. فكان يقول أخشى أن ألقى الله تبارك وتعالى وأنا إلى الآن ما خدمت ديني خدمة ترضيه سبحانه وتعالى. ما أرى أن أحدا أبلى مثل ما أبلى الشيخ أبو إسحاق في دفاع عن السنة، والرجل له كتب ربما لا يعرف كثير من شبابنا وأولادنا عنها شيئا، له مجلدات ضخمة سنعلن عنها وسنظهرها إن شاء الله تعالى. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذا الابتلاء الشديد من أكثر من 13 سنة للشيخ أبي إسحاق، حتى بترت ساقه وابتليت أعضاؤه بالمرض وظل مريضا، ومع ذلك كان يجاهد نفسه ويقهرها بصوت الخوف من التقصير في البلاغ عن الملك القدير والبشير النذير، فيخرج على كرسيه المتحرك هذا وتراه مرهقا متعبا لا يستطيع أن يتحدث أو أن يتكلم، ومع ذلك يخرج إلى الناس ويجيب عن أسئلتهم، وقال يعني بعض المحاضرات وبعض الدروس في حالته الصحية هذه. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفاضلة الكريمة المباركة، في هذه الليلة المرجوة إن شاء الله تعالى، أن يتقبله عنده الشهداء، وألا يحرمه أجر ما سطرت يداه وما بلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله في هذه اللحظات وليؤمن كل من يستمع إلينا، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره.